محطات الحياة. صغارا كنا بأحضان آبائنا والأمهات، كبرنا وبات فراقهم لزاما، هاجوا بيئة فيها ترعرعنا لبيئة جديدة وغريبة قد استغرق منا الوقت والجهد للتأقلم. بعدها بحين نرزق بطفل، كائن جديد يقاسمنا الحياة، يلازمنا اللحظات، فرحة جديدة، حياة أخرى، إلى أن نرزق بطفل آخر، وربما طفل ثالث ورابع، وتكبر العائلة لتزداد الواجبات وتكثر الهموم، ليزداد الجهد والحذر والخوف، إلى أن يترعرعوا بعافية نجنبهم الأخطار، إلى أن يكبروا ويحين موعد فراقهم لنا، ليؤسس كل منهم عالما يخصه. ها هنا يبدأ اكتفاؤنا لطلب المزيد، إلى أن نرزق بحفيد وثان وثالث، بل وأكثر من ذلك. حينها يصبح جل اهتماماتنا العيش لأيام أكثر، بل سنينا، لمرافقة تفاصيل أحفادنا، نراهم يكبرون ونقاسمهم التفاصيل، نأبى الرحيل وفراقهم، فما أغلى من أبنائنا سوى الأحفاد. كيف والأطفال نعمة من الله. الأطفال تلك الكائنات الضعيفة اللطيفة البريئة، ملائكة الله بالأرض، زينة حياة الدنيا، يبعثون فينا الرغبة بالحياة والاستمرار. أرجوكم لطفاً ورفقاً بملائكة الله. غداً سيحاسبنا الله على ما اقترفنا بحقهم. الأطفال أكبر نعمة من الله وأغلى ثروة في الحياة. اللهم لا تحرم بيتاً من هذه النعمة. أبنائي، ابنتي، أحفادي، أحبكم أكثر من ذاتي. حماكم الله وأسعدكم ووفقكم وأنار دروبكم، اللهم آمين.